صورها يعني أنا أسفة يعني في أوضاع لا تليق وخدش للحياة، تم تصويرها ويتم نشر هذه الصور على مواقع على الفيسبوك ومكتوب عليها الساعة ب 200 جنيه. بالله قسما بالله دي كل الحقيقة وكل ده بالمستندات وبالأدلة. وسائل الفيسبوك وكل الناس بتتصل عليا على رقمي شهر بيا، ناس من الكويت ومن السعودية والدنيا كلها بتتصل عليا يقول لك الساعة بكام؟ أنت الساعة عندك بكام؟ ما بولاقي اللي بربي له لحمه يقولوا لي الساعة، يرفع عليا كده. هستنى ايه من الناس الغريبة؟ أخيرا بقالي 18 يوم أو 20 يوم وهو بيجري ورايا وأنا شايلة ورقمها مكتوب للأسف الشديد. مين اللي شهر بيها ومين اللي عمل فيها؟ مين اللي ضرب ابنها بالخنجر؟ مين اللي رمى أولاده؟ ومين اللي رفع عليها أكتر من 36 قضية في المحاكم وربنا سبحانه وتعالى برأها؟ مين اللي عمل ده كله أكتر من كده؟ تفاصيل صعبة جدا بترويها هذه السيدة بنت مركز كرنس بمحافظة الدقهلية، وهي موجوعة ويعني زي ما بتقول بقعد في كل بلد يوم خايفة منه بيطردني بيبهدلني. أنا أعرف تفاصيل توجع القلب منها. هتعرف المتابعين بيكي في البداية؟ أنا دعاء حسن عوض من كرنس. أنا كنت متجوزة وانفصلت، قعدت منفصلة 2 سنين. معايا 3 ولاد من زوجي الأولاني. بعد ما انفصلت قعدت 2 سنين من غير جواز. ربنا كرمني واتجوزت المحامي ده كده بقالي 6 سنين. طول ال6 سنين وانا عايشه في مأساة، بيتعاطى مخدر الهيدرو والشابو، يقفل عليا باب الشقه بال3 ايام من غير اكل وشرب ومصاريف. وقت الولاده يرميني عند اهلي، اغضب يجي ورايا عند اهلي يقول لهم هتيجي معايا بالقوه، يجيب المركز لاهلي يعاين الوردي ويقول له يا مريض السرطان يا بريحه وحشه. ابويا كان راجل فلاح على قده، كانش بيحب المشاكل. كنا نروح المركز عند كريم بيه المأمور نلم الموضوع ونلم الحوار وناخد بعضنا ونتوكل على الله. واروح قعدت في المأساة دي 6 سنين عشان ما بقاش مطلقه للمره الثانيه، وبقيت استحمل عشان خاطر معايا منه ولدين. عشان ما يقولوش اتطلقت مرتين، عشان ما يبقاش معايا، عشان ما بقاش مطلقه للمره الثانيه. انا معايا منه ولدين ومعايا من الاولاني 3، عشان ما ارجعش لاهلي. اهلي ناس غلابه على قدهم. خلاني جبت له قروض من كل الدنيا في الشرب اللي بيشربه، وقلت لا كنت اتضرب ويتقطع شراييني زي ما انتم شايفين كده. دي كانوا مقطوعين، الشرايين دي مقطوعه ورماني في طريق الصحراء بشهاده صاحب معرض سيارات هو اللي وداني للمستشفى العام، هو اللي عمل لي الكشف الطبي وراح سهر في جمصه مع اصحابه ورماني. جه تهجم عليا، ما جيت خلاص الكل طفح ما عدتش قادره، قلت خلاص عايزه اتطلق. يوم 26/12 بشهاده المحاميين اصحابه وزمايله هم اللي دفعوا له فلوس الطلاق. رحت عند المأذون قعدنا واتطلقنا، اجبرني ان انا امضي على تنازل حضانه الولاد. ده كان شكلي وانا رايحه اتطلق بشهاده ناس. لو عايزين نذكر الاسامي اذكرها. لا بدون ذكر. تمام. دي صورتي وانا رايحه اتطلق، كنت كده قدام المأذون عشان عايزه اخلص منه. مضاني على تنازل حضانه الولاد، وافقت وقلت ماشي. روح يعمل لي محضر وانا واقفه في قلب المركز، ما معيش اي حاجه ومفيش اي حاجه. يعمل له محضر زنا. المباحث والمركز يقولوا له هي جايه لنا، انت بعتنا نجيبها تمام عشان تشوف عيالك منها، عشان عايز تشوف عيالك او هي حرمات من ولادك. المحضر ده بتاع ايه؟ اهو كده. ازاي؟ اهو كده. كل ده بشهاده مركز كرنس وعارفين حكايته كلهم، وكلهم بداوا يتعاطفوا معايا، ورئيس المباحث والدنيا كلها بتتعاطف معايا. قررت الانفصال. لما انفصلت جيت هجم عليا في الشقه اللي انا ساكنه فيها. عمل مكالمه تليفونيه لابني، قال له انا عايزه اشوف ولادي. ابني بنفس النص قال له تعالى يا استاذ هاني شوف ولادي. تعالى. بدون ذكر اسماء. لو ابنك من جوزك الاولاني؟ ابني من جوزي الاولاني كان جايب لي شقه سكنت فيها. انا معايا 5 اولاد. بتصرف عليهم منين؟ بصي يا حبيبتي، انا بقبض معاش والدي 1400 جنيه. 1400 جنيه. اهل الخير كل واحد تديني 150 جنيه. ليا 5 6 بيبان بيدوني 150 جنيه. انا ما بعرفش انزل الشارع. انا لو عارفه انزل الشارع اشتغل في محل وما مديش ايدي للناس هنزل. ده ابني اللي اتضرب بالخنجر. اتحولت بابني ده على مستشفى دي كرنس العام. مستشفى دي كرنس العام شكوا ان الجرح نافس، حولونا على السلام الدولي. قعدت في السلام الدولي يومين والاخر خرجت بابني. الشكوى جاله شهر حبس. جاله شهر حبس. ده ابني
ده ابني وهو بيموت مني، الكبير بتاعي اللي بيجري على اخواته وسواق توك توك، جبت له شهر حبس، ودي قسمت الطلاق منه بتاريخ 26/12. هو طلقك خلاص؟ 26/12. ليه اللي بيحصل ده اللي بعد عايز الطلاق؟ نرجع بالقوه. ازاي انا اتطلق من محامي؟ هو طلق 3 ورماهم، انت ازاي انت اللي ترميني المره دي؟ ده حاولتيش تدخلي ناس كبيره في البلد؟ اهله. كنت لسه هقول لك اهله فين من ده؟ اعمامه رحت لهم بنفس النص، اعمامه قالوا لي احنا في ظهرك في اي حاجه، احنا في ظهرك في اي حاجه، لان مش شبهنا ومش مننا وملناش علاقه بيه. احنا ملناش علاقه بيه، ده ابني، ده قسمة الطلاق. وقفوا معاكي؟ للاسف ببعتوله ساير فيهم من مخدر الشابه. بلاش، مفيش مش تفاهم. عايزه، لا بلاش. مفيش تفاهم مع حد، ما بيتكلمش مع حد. اخد الولاد سيبك من الأوراق الصغيرين، بقى، ركزي معانا. اخد ولاد الصغيرين مني عمرهم يوم قد إيه؟ الطلاق. آسر 3 سنين 4 سنين وزين 3 سنين. انا شايفه صور ليهم ده صورهم، رجلهم مكسوره، ده صورهم. صور صعبه ما تعرضوهاش. جدهم انا اسفه، لا لازم الناس تشوف الحقيقه. جدهم اللي جابهم لي، جدهم والجيران جابوا لي ولادي، قالوا لي هيموت ولادك، ضارب ولادك بايد المساحه. خالته اتصلت بيا من طنطا ومعايا التسجيلات الصوتيه بتاعت خالته والمحادثات بتاعت خالته، قالت لي الحقي ولادك هيموتوا، خد ابنك عيالك قاعدين بتكتكوا في البرد وفي السقعه. انا سكنت في 5 بلاد، سكنت في بني عبيد، سكنت في تكرنس، سكنت في ميت مجاهد، سكنت في ميت الحلوج، سكنت في جمصه. طب ولادك والمدارس؟ ولادي خلاص مفيش مدارس، ده بيجري ورا ولادي بالسكاكين في الشوارع. ده كل تفكيره ان هي ترجع، كل تفكيره ان انا الناس ما يقولوش عليا العيب فيا، ان انا الزوجه الرابعه ازاي تسيبك وتمشي يا كمان، ان اللي قبلي ما تشمتش عشان اللي قبلي كانت محاميه واللي قبلي كليه تربيه وعلوم. انا لو فرشت السجاده غلط في قلب الشقه يقول لي في فرق في التعليم، كانش بيضربنا الا بخرطوم الغساله. يا آسر هات خرطوم الغساله، يا آسر هات الخرطوم. ده صغير عنده 4 سنين. ده اللي كانت رجله مكسوره كان عمال بيعيط؟ لا ده زين، ده زين. تمام. ما جيت اتطلقت منه 26/12، ضربتني بالخنجر زي ما حضرتك شايفه، عملت محضري وقعدت في سلام وفي امان بعيدا عنه. جه للمره الثانيه اتهجم وللمره الثالثه اتهجم، خدت بعض ورحت سكنت في بني عبيد بشهاده الشهود. ولادي خدت بعض ورحت بني عبيد. جه اخدني من بني عبيد وقعة الخطف هو و3 معاه. عايزه اشوف الفيديو، عايزه اشوف الفيديو الخطف لانه مستفز لاي بني ادم يشوفه، يعني يمكن اكتر حاجه مستفزه. اجيب التليفون ثانيه واحده. اتفضلي. اكتر حاجه مستفزه للاسف الشديد ان كان في ناس كانت واقفه، كان في ناس كانت واقفه ومحدش تدخل علشان ينقذ ابنها طبعا، او ينقذ هذه السيده، وكان طفلها الصغير 4 سنوات على ايديها. يعني لو اتكلمنا عن الخطف على حسب ادعاها، وعايزه اقول حق الرد طبعا مكفول الطرف الاخر، ولكن معاها بكل كلمه بتقولها دليل، معاها فيديوهات، معاها صور، معاها ارقام محاضر. انت حررت كم محضر بضرب ابنك بالخنجر؟ حررت محضر بضرب ابني بالخنجر، جبت له شهر حبس. حررت محضر، يعني في محاضر شرطيه تثبت كلام حضرتك؟ محضر معايا وفي الحكم هنا موجود، شهر حبس. ده شهر حبس جايباه في ضرب الخنجر. ايوه تمام. تمام. دي الواقعه بتاعت الخطف. لا مش دي. ده الفيديو بتاع واقعه الخطف. وابني الكبير وولادي الصبيان جايين يطلعوني من بيت صاحبه. ده الفيديو بالواقعه الاخيره، هم جايين يطلعوني. انا عايزه اشوف واقعه خطفك والتعدي عليك بشكل بشع غير ادمي في الشارع، وضربك بالتلكين بالايدين وبالرجلين. ده اللي مستفز لاي بني ادم في الدنيا. دي واقعه. ده وانا بجري منه بابنه على ايدي. كان فين الموضوع ده؟ الموضوع ده في شارع المستشفى، مستشفى تكرنس، وتحرر له محضر، ورئيس المباحث امر بعمل مناظره. اشرحي لي اللي انا شايفاه. ابني كان هو اخذ ابني من على التوك توك من شارع المستشفى العام. تمام. قوة واقتدارا بشهادة الشهود وبشهادة الست صاحبة التوك توك،
اخد ابني جرجره، وطول ما هو ماشي في الطريق يقول حرامي حرامي. دخل ابني المركز، عمل لابني محضر مشرط. كده ابني دخلك جوه اتحبس. التوك توك بالعافيه. كده أنا عايزة دخلني. فيديو تاني قريب. الفيديو التاني اهو، الفيديو التاني اهو. أيوة. وانا بخرج ابني اخد في المشرط 3 شهور حبس. اخر يوم في اخلاء سبيل ابني كان يوم 25/9. انت اللي بتضربي الضرب الوحش. انا اللي بتضرب كده. ثبتي التليفون لان الفيديو ده صعب جدا. دي انا. هو بجرجرني من التوك توك عشان ياخدني بيت ابوه بالقوه، ومعايا الشهود. انت جسمك في التوك توك وشعرك وراسك اللي طالعين بدافع بره. عن ابنه وحاميه ابنه ال3 سنين اللي هو زين حضرتك اللي انت شفتيه. مين بقى الناس اللي بتجري دي بتحوش ولا دي جايين يحوشهم، بس بوقفهم وبقول لهم انا جايبها من السوق. هيجي محامي بتاعي اللي كان معايا يعني وقت جايبها من السوق. كانت بتشرب مخدرات في السوق. بيقول عليكي كده؟ بيقول عليا كده السوق للناس. ده مكان هنا يعني بيتشرب. مكان هنا. المحامي بتاعي هجيب لك اللقطه بتاعته اللي كان بيخلي سبيل ابني. كسر في الانف وكسر في السنه، كدمات متفرقه في انحاء الجسم. نزلها، مش عايزه اجيب الدم لو تمام. سمحت. معلش. العين اليمين. تمام. النظر بقى 3. التقرير الطبي، صوره طبق الاصل من المحضر. ده كان في محضر اللي هو الخطف ساعه التوك توك الاصابات دي، أيوة، صح؟ دي. تمام. كانت يوم ايه؟ ده يوم 28/9 بالظبط. يوم 28، وده المحضر الطبي. ده صوره طبق الاصل بتاشيره من وكيل النيابه. انت رفعت 3 محاضر. رفع 3 محاضر. محضر ضرب ابنه بالخنجر جبت عليه شهر الحبس. تمام. ومحضر الخطف بتاع قضيه بني عبيد اللي هو واخدني وساحلني من الدور الرابع من عند عمه ولادي ده غير التوك توك؟ للدور الارضي. جايباله 3 سنين. ده غير التوك توك، غير واقعة التوك توك. ده غير التوك توك. جايباله 3 سنين، والجلسه بكره مفيش حد راضي، محامي راضي يساندني ويقف معايا، عشان المحامي اللي كان شغال ليا تمام ضربه وكسر مناخيره. ده طليقي ابو اولادي، وهو مخرجني من البيت وقت واقعه الخطف اللي حضرتك شفتوها وصورتوها. تمام. دي مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات اللي عاملها لي. دي التواصل الاجتماعي. بقول ايه في الصفحات دي؟ بقول انتظروا اليوم بس مباشر على لا بلاش الالفاظ. طيب. لان في الفاظ خارجه. ده اسمه عادل النحاس، ده على طليقي اسمه عادل النحاس، ان مش هو عايزة. قعدني في بيته وانا الشقه باسمي اصلا. هات العقد بتاع البيع بتاع الشقه من الدولاب. الشقه مكتوبه بيع وشراء باسمي من يوم ما هو رماني تقصدي دولاده. تقولي ان انت حررت محضر ضده في مباحث الانترنت بالتشهير؟ كتير جدا. في محضر دلوقتي جاري التحريات من مباحث من البحث الجنائي كلها بصور خارجه ليكي وصور خدشه الحقيقه. كلها بألفاظ قلت لي خارجة. بيكتب اسمك. ايه؟ قلت لي بيكتب اسمك وبقول الساعه بكذا، سوري والكلام ايوه. ده. بيكتب يقول لك دي واحده بها كذا كذا والساعه بكذا، واللي عايز يحجز رقم التليفون كاتبه لي. وكلام تاني عيب، وكلام كلام مش مش كويس كويس خالص شفناه بيتقال عليا. للاسف. بعد الواقعه بتاعه الخطف بتاع بني عبيد اروح فين؟ المحامين ما عادوش لاقيين ليا سكن. كل ما اروح اسكن في بيتي يقول لك لا محامي لا، اصل بيشتكينا بوصلات امانه، ابعدينا عنه. ما حدش راضي يسكنني في بيته. عملوا ايه؟ ودوني دار ضيافه المراه في شارع العيسوي في المنصوره شهرين 60 يوم. وولادك كانوا فين؟ لوحدهم ما اعرفش عنهم حاجه، كبار وصغار. لا حول ولا قوه الا بالله. قعدت اتقفل عليا زي فندق باكتر من 15 اوضه وانا وحيده، وال30 يوم بتوع رمضان الناس بتفطر في وسط عيالهم وانا مقفول عليا دار استضافه المراه. كان بيتهمني، عمل لي وقت دار استضافه المراه دي في شارع العيسوي عمل لي 8 محاضر زنا وانا قاعده وقافله عليا 4 حيطان. مديرة الدار موجوده وده الفيش. الناس بتفطر مع عيالها في رمضان وانا مقفول عليا 4 جدران. لا في مخدرات طول شهرين زي ما بيقولوا بيستدعي ان انا بقبض فلوس الرجاله، ولا في اي حاجه، وسبت عيالي وبعدت عن عيالي. ده دار استضافه المراه شارع العيسوي. قال ان انا خدت قروض من الناس وهربت واتفشت. انا موجوده في البلد اللي لبنى عندي قروض، انا جايبه كل حاجه باسمي. كارد تسهيل شاكين انا باسمي، كارد تضامن الاجتماعي شاكين انا باسمي. كنت بجيب اولد نفسي، واخر ولاده ليا في زين ابنه اللي مولدني الحاج انس بدوي اللي تبع النائب والد فرعون. ولدوني في المستشفى العام، جابوا لي علاجي وجابوا له حاجتي، والاخر هو جاي لي الساعه 12 بالليل يبص عليا وحاطط ايديه في جيوبه ويقول لي الواد ده طالع اسود لمين؟
بشهاده اللي كانوا في العنبر كلهم وانا والده. دي براءه. المحضر زنا كان عامله لي بدون وقع التلبس، والله بدون وقع التلبس، والله ما كان معايا حد، والله لحد النهارده ما اتجوزت، والله ما اتجوزت ولا رجعت لحد. انا السؤال عنده قاعده بالطلاق الاولاني ليه؟ ده اللي لمني من الشارع، سكنت في 5 بيوت، ده حاملي هو وعياله. كنت الاول ببقى في سكن لوحدي، عنده 2 ونص او 3 سنين، ابنه رامي عياله يا ريس ليا وراميهم للناس، وبمد ايدي للناس كلها عشان الناس تساعد لي يا ريس. بتوسل اليكم اقفوا جنب مني اللي جات لي ابويا، وابويا مات من يوم ابويا مات وانا ما حدش ليا حد، كان يعاير والدي ويقول له يا مرض السرطان يا مرحه وحشه، والاخر كل يوم تاني اعمل له محضر زنا بدون وقع التلبس وبدون اي شهود وبدون اي حاجه عشان عايز يرجعني بالقوه. خطفني جايب على حكم 3 سنين في محكمه بني عبيد، والجلسه بكره يا ريس، ومفيش حد من محكمه ديكنس ولا محكمه شمال راضي يقف جنب مني وجنب عيالي. دمر مستقبل عيالي يا ريس، دمر مستقبل عيالي. كل يوم خد مكافأة على وسائل التواصل الاجتماعي يا ريس، والله ما عدت بخرج الشارع، والله ما عدت بخرج الشارع فعلا، والله ولادي ما عادوا عارفين يتحركوا. انا معايا 5 صبيان ولا قادره اقف في حالي واشتغل ولا قادره اصرف على اولادي، وخلاني جبت له قروض من كل الدنيا عشان ما ابقاش مطلقه للمره الثانيه يا ريس. بتوع الكل بيدوروا عليا والدنيا كلها بتدور عليا، وهو مش سايبني في حالي. اشتغل في اكتر من 8 قواضي اخدت فيهم براءه، جايب لي ابن 12 سنه احداث، اروح منه فين؟ اجيب سكن بره مش قادره ادفع ايجاره، اخد مني عفش، اخد مني ذهبي، واخد مني كل حاجه، وكل موكل عنده بخليه يروح يعمل لاولادي محاضر سرقه بالاكراه بالكذب. كل موكل عنده في المكتب يروح يعمل لي محضر سرقه بدون وجه حق، والتحريات تطلع لصالحي يا ريس. كل دي كشوفات طبيه، كل دي براءات، كل دي محاضرات معقوله فيا، وانا احنا في الدنيا ماليش حد، انا ماليش حد والله العظيم، انا ماليش حد. لو ليا حد يقف جنبي ما كنتش لجأت للتليفونات ولا للنت. ابوس ايديكم، كل دي كشوفات طبيه وكل دي براءات. اكتر من 8 قواضي واكتر من 8 مرات يضرب عيالي. انا ما عدتش عارفه اقول ايه. كل دي مواقع تواصل اجتماعي عامل لي 5 صفح او 6 صفح. ده ابني الكبير اللي بيجري على 4 ولاد اخواته، بيشتغل على توك توك، بيجري ورا ابني في الشوارع ويقول له خد يا ولد. خد ابني من على التوك توك ودخله المركز قوة واقتدارا، وحط لابني مشرط وجاملوه. وابني خدت حكم عليه ب3 شهور. ابني لسه طالع من 10 ايام بموازاه. ابني ما عادش عارف يقعد مع اصحابه بسبب صور امه اللي على النت، بسبب صور امه، بسبب ان الناس بتدور على ام احمد. دي قسمة الطلاق بتاعته يا ريس، دي قسمة الطلاق، مطلقه من 26/12 والله العظيم. كل حاجه عندي بالاثباتات، مطلقه من 26/12. قولوا لي اروح منه فين؟ مش لاقيه مكان يتاويني ولا لاقيه سكن لاولادي، ومرميه في الشوارع. انا ما عدتش لاقيه اكل ولادي ولا عارفه انزل محل. دول ولاده يا ريس، دول ولاده خدهم مني بالاكراه 3 شهور، والاخر بعتهم مع الجيران ومع ابوه. دول ولاده ضربني ازاي؟ ابص ايدان على ايدان كل واحد يقدر يقف جنبي مني، اغسوني منه. حد يقف جنبي مني، محامي يقف جنبي مني، محامي يطلع يقف جنبي مني والنبي. كل حاجه لو ما معيش مستندات وادله ما حدش يساندني ولا يقف جنبي مني. كلمه الحق. دي صور هو بتاعت مخدر الشابو، قعد في مصحة لايف، تمام؟ قعد في مصحة لايف. ده التقرير الطبي الأخير، كسر في الأنف وكسر في الفك وكسر في السنة. والله ما كنت عارفة أعيش. 5 ولاد اتدمروا ما بيطلعوش الشارع. جيراني كلهم، كل اللي قادر على حاجة قاعد بيعملها لي من عدم خروجي وعدم جري عيالي في الشارع إنهم يجيبوا حسنة. ولاد عشان يطلعوا يشتغلوا بروح لهم عند الورش. أبوهم طريق الأولاني راجل أرزاق وغلبان عشان واقف جنبي مني، ولما عندهم ولاده كل يوم يروح يعمل له محضر. عملوا قضيه سياسيه، قعد في مركز 100 سلسل شهر 30 يوم. اهل البلد اللي لموا له الكفاله، والله لموا له الكفاله. انا بمد ايدي لاصحابي ولحبايبي والاهل والجيران يدوني اصرف على المحاميين واصرف على تسوير الورق ده. دور في بيته وخش دور. انبوبه البيت ما عادتش عندي، البطاطين بعتها. قسما بالله قسما بالله دي كل الحقيقه، وكل ده بالمستندات وبالادله. وسائل الفيسبوك وكل الناس بتتصل عليا على رقمي، شهر بيا ناس من الكويت ومن السعوديه والدنيا كلها بتتصل عليا. يقول لك الساعه بكام؟
انت الساعه عندك بكام؟ ما بولاقي اللي بربي له لحمه يقولوا لي الساعه، يرفع عليا كده. هستنى ايه من الناس الغريبه؟ ابني ما عادش بيقعد مع صاحب له، ابني ما عادش بيخرج بره، ابني الكبير 19 سنه نجدهم من الموت بيجري ورا ابني. عيالي مش عارفه تروح مدارس، قسما بالله بروح لاولادي عند المدارس ومعايا فيديوهات، ومعايا فيديوهات بالخطف، ومعايا فيديوهات بالضرب. توسل اليكم، انا ما عدتش لاقيه اعيش يا ناس، والله العظيم كل حاجه معايا بالايد. بالنسبه ده انا مطلقه بقالي سنه 12 شهر، ولادي كل يوم ضربي بالسكاكين، تشهير بيا على وسائل النت. ما عدتش قادره والله، ما عدت قادره، اقسم بالله اقسم بالله. ما مش من فراغ، ورحت لكابتن المحاميين، ورجال المحامين بعتوا له وما راحش ومش همه حد. انا الزوجه الرابعه له، وللاسف اكتشفت ان انا الزوجه الرابعه له من والدته. 3 قبل مني متطلقين بولادهم. الاستاذه اللي قبل مني متطلقه بعيل عنده 8 سنين. قولوا له اروح فين؟ 5 كشوفات طبيه له، كسر في الشظيه الرابعه بنفس الايد بنفس مش بعرفش لاقيه. التقارير الطبيه نفسها شبه بعضها، عشان كان جاي اصلا تعبان من الكويت، كان جاي متكسر. ما عدتش قادره، ما عدتش قادره اعيش. انا لسه قايمه من التعب اللي انا فيه والحاله اللي انا فيها. انا بقاليش 3 ايام، عندي جلسه بكره في محكمه بني عبيد. جديدة دموع تبكيها تجرف من أعين سيدة شافت المرار وشافت الويل على كلامها وعلى ادعائها. صورها يعني أنا أسفة يعني في أوضاع لا تليق وخدش للحياة تم تصويرها ويتم نشر هذه الصور على مواقع على الفيسبوك، ومكتوب عليها الساعة ب200 جنيه.